قبة الأميرة جميلة فضيلة بنت الخديوي إسماعيل اللي بنتها في سنة 1305 هجري 1889 ميلادي علشان تدفن فيها ابنها اللي مات وهو عنده 4 شهور ونص، الأمير إبراهيم جمال الدين. دفنته جنب سيدي عمر بن الفارض لأن هي كانت بتعتقد فيه. موضوع الاعتقاد ده كان منتشر في أسرة محمد علي، إن هم يحبوا يدفنوا جنب الأولياء وجنب المشايخ والعلماء وآل البيت علشان ربنا يرحمهم بسبب مجاورتهم ليهم. زي أختها الأميرة فاطمة إسماعيل اللي بنت جامعة القاهرة وقررت إن هي تدفن جنب سيدي علي زين العابدين. زي جدتهم خشيار هانم الوالدة باشا أم الخديوي إسماعيل اللي اتدفنت جنب سيدي علي أبو شباك الرفاعي واللي بنت جامع الرفاعي. زي كتير من أسرة محمد علي قرروا إن هم يدفنوا جنب الإمام الشافعي. الست دي خلفت ابنها ده من زوجها التاني محرم شاهين، وعاشت في اسطنبول بعد كده وماتت واتدفنت هناك وهي عندها 27 سنة.